هل ممكن اعمل علاج طبيعي وما تحسنش لو ظهري وجعني؟ ممكن جدا، لان حضرتك لو انت عملت علاج طبيعي عباره عن جلسه حجامه او جلسه مساج او جلسه ابر دقيقه، يبقى انت ما اتعالجتش. خليني دايما اقول حاجه مهمه قوي، العلاج الطبيعي يعتمد بشكل اول على الحالات الكرونيك، الحالات اللي هي بقى لها فتره تعبانه، مش لسه عندها خبطه او حادثه، عشان ما حدش يدخلنا في الحالات الاكيوت. الحالات الكرونيك اللي هي بقى لها فتره تعبانه، الناس دي لازم يكون في برنامج علاجي تاهيلي لكل العضلات اللي موجوده في جسمهم اللي ليها علاقه بالمشكله اللي عندي، عشان اقدر احس بفرق ملحوظ بعد اسبوع او 2 في المشكله، سواء كان عندي انزلاق غضروفي او خشونه في الفقرات، او عندي مثلا التهابات ما بين الفقرات، او عندي مشكله في الاوتار او الاربطه. لازم نبقى فاهمين ان العلاج الطبيعي بدون تمارين علاجيه تكون معموله على تاهيل المنطقه نفسها، بالاضافه للاجهزه، بالاضافه لبعض الادوات اللي بتستخدم في العلاج زي الابر الدقيقه او الكابينج او المساج جن او وات ايفر يعني، او الكايروبراكتيك. مفيش مشكله، كل ده بيساعد لكن ده مش بيعالج. فلازم دايما تفتكر انك في ظهرك لازم تعالج، مش تاخد مسكن في الجلسه. فالجلسه لو ما فيهاش اللي بيعالجك وبيحسن وضعك يبقى انت ما بتتعالجش. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونعمل منشن لاصحابنا ونشوفكم في الفيديو.